لو انا عندي حته حديده عامله كده شبه علبه الكبريت، تمام؟ قد علبه الكبريت بالظبط، تمام يا رجاله؟ دي حته حديده كده مربع. الحديده دي انا عاوز اعملها صاموله. صاموله تمام؟ هعمل ايه اول حاجه؟ اخرج. تمام، حلو قوي. اول حاجه هنقوم عاملين ايه؟ هنرممها طق، صح؟ هنعمل فيها طق. هنجيب البنطه مثلا اللي هنطق بيها ديت، هنجيب البنطه دي او القطر بتاع البنطه ديت مثلا، يعني مثلا 20 مللي. بنطه كام؟ 20 مللي. بعد ما تقابلنا هنعمل ايه؟ نجيب الاسماعيلي بتاع عامله زي المسمار بتتزيد بيها تربط تعمل. تمام، هو مش بتاعه ده اسمه ده اللي انت بتحكي عنه دوت اللي هو الالوظه اليدويه. بتخوش اللي هو ضرب الالوظ والبوجي. ايوه تمام كده؟ طب في طريقه ثانيه عن طريق المخرطه، ممكن احطها في المخرطه واعمل الالوظ داخلي. طب انا لما اجي اعمل الالوظ بقى هنا، انا هنا تقبت الاول عشان اعمل طوب، بعد كده هبدا الوظ. الطوب اللي انا هطوبه ده هيزيد ولا يقل؟ هيزيد طبعا، صح كده؟ هيبقى شكله شرط بالشكل ده. بقى انا كده الوظت. طب احنا عايزين نرسم الثلاث مساقط للجسم ده. ثلاث مساقط للجسم ده، خلي بالك. ثلاث مساقط للجسم ده نرسمهم ازاي؟ لو ده مسقط راسي هيبقى شكله عامل ازاي؟ مستطيل كده. وفي محور هنا في النص، وبعد كده هنا في شرط، وبعد كده في شرط ثانيه، صح كده ولا ايه؟ تمام؟ الشرط دي بتاعت الالوظ، واحده منهم بتاعت الطق والثانيه بتاعت الايه؟ الالوظ، صح كده؟ طيب لما اجي ارسم له مسقط افق من فوق شكله عامل ازاي المسقط ده؟ مستطيل كده كبير. والمحور يكمل، واكيد في محور ثاني هنا كده، وقوم عامل دايره كده اهو بتاعت الطق، وقوم عامل دايره ثانيه شرط كده بالشكل ده، صح كده؟ الرسم اللي بتلاقيه في الكتب بيبقى شكله عامل ازاي؟ بلاقي الدايره ديت كده مش شرط، بلاقيها شكلها عامل كده، بص عباره عن خط رفيع وعباره عن دايره ثلاث ارباع، شكلها كده بيجي لك في الرسومات. هتلاقي جاي لك في الايه؟ في الرسم بتاع الشكل المقلوظ الدايره بالشكل ده عباره عن ثلاث ارباع دايره، او ممكن تيجي شرط بس بنسبه 90% او 99% بتيجي بالشكل ده. طب المسقط الجنب شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده، وبرضه محور في النص، وبرضه الشرط كده والشرط كده. الابعاد بتتحط ازاي على كلمه الثقب المقلوظ ده؟ بلاقي البعد كمان يجي عند البعد الكبير ده، الاسم الكبير من البعد الكبير ده كده، يقوم جاي كاتب كده ان، يقوم جاي جنبيها الايه؟ القطر. يعني كمان القطر المقلوظ بيتكتب بالشكل ده، تلاقيها ام وجنبيها الرقم بتاعها. طب الام دي بتاعت مين فيهم؟ بتاعت اللي جوه ولا بتاعت اللي بره؟ تملي بتاعت القطر الكبير. احنا هنا بنرسم مين؟ صامونه. خلي بالك احنا هنا بنرسم ايه؟ صامونه. تمام؟ طيب عرفنا بتيجي شكلها عامل ازاي الصامونه؟ معايا؟ طيب افرض انا عندي طوق مش نافذ، يعني الحته دي كبيره بقى شويه كده. والطوب نازل جاي تحت، يعني الحته دي بقت اكبر من كده شويه، والطوب دوت مش نازل لغايه الاخر. انا ببين لك الحاجات اللي ممكن تقابلك في الرسم عشان ما تستغربهاش. حتت كده صغيره تجيلك في الرسم انت فاهم ايه اللي موجود قدامك ده. الحته دي بقت طويله كده اهي، وبيقول لي الطوب دوت مش نافذ للاخر.
الطوب ده لو مش لابس للاخر اللي انا مش هطوبه في الاخر. تخيل كده معايا وانت جاي تعمل في الحته دي حته مقلوظه بس مش للاخر. اول حاجه هنعملها ايه؟ لو لا مستقبل عندي حته حديد مقفوله اهي زي دي بس حته طويله كده وانا عاوز اعمل فيها ثقب بس مش لغايه الاخر، حته صغيره. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنطلب صح؟ بتطلب بايه؟ ببنطه. البنطه لما بتنزل في الثقب عشان تبقى عندك فكره بتنزل شكلها عامل كده. مش هطلب للاخر، خلي بالك انا ايه؟ مش هطلب للاخر، فاكيد في الاخر خالص هلاقي الحته دي شكلها عامل كده. ليه شكلها عامل كده؟ عشان وانت شكل البنطه، اخر البنطه عامل كده، تمام كده؟ يبقى انا هنا تعبت هقرص لغايه فين بقى لو بقرصت كل ده؟ بتبقى في نسب وتناسب يعني. تملي بيبقى قبل الاخر كده قول ب 5 مللي، احنا بنقول بس تقريبا دلوقتي، لكن هي ليها مقاساتها يعني. يبقى لما اجي اعمل القلاوظ ينزل يعمل كده. لغايه هنا بس. ممكن يعمل كده. يبقى الحته دي اسهل مقلوظه. واخد بالك؟ القلاوظ ما بينزلش لغايه ايه؟ لغايه تحت. ده اسمه بقى ثقب غير نافذ مقلوظ. ثقب غير نافذ مقلوظ. برضه بيتكتب عليه نفس الموضوع بنفس الابعاد ويوم جاي كاتب كده ام ويوم جاي كاتب القطر بتاعه. يبقى ده ثقب غير نافذ عشان لما تشوف الشكل ده في الرسومات تبقى انت فاهم الحته دي عباره عن ايه. هتقابلك هطلع لك انا رسومات دلوقتي او لما نيجي ناخد رسومات لما اجي اقول لك على الحته زي ما تستغربش تقول ايه دي. تبقى انت عارف ان ده ثقب ايه؟ غير نافذ. وفي عندي كان ثقب من شويه كان ثقب ايه؟ نافذ. تمام كده؟ انا النهارده لما اجي بقى بعمل قطاعات في الثقب. لما اجي اعمل قطاع في الثقب لو فرضنا ان الثقب ده نافذ والثقب ده غير نافذ. وريك بس شكلهم يعني. خلينا في الحته الصغيره الاولانيه دي. عندي ثقب هنا وعملت هنا ثقب بالشكل ده. لو انا قطعت كده ومش هقطع 12 كده وراح جاي رامي ده بعد القطع بقى التلميذ شكله عامل كده والشرشره بقت في الحته دي. متخيلين معايا المنظر؟ صح كده؟ المفروض في الحته دي بقى القلاوظ هنا بان كده صح؟ سن القلاوظ بان بعد ما قطعت. انت بترسم ده ازاي؟ بيترسم ازاي؟ هقول لك انا بترسم ازاي. انت النهارده لما تيجي تقطع المفروض الحته دي هتظهر قدامك. مين بقى اللي هيظهر خط ومين اللي هيظهر شرط او مين اللي هيتمسح؟ قطر الثقب ولا قطر القلاوظ؟ الاساس بتاعنا كان قطر الثقب اللي هو الشرطه اللي جوه دي. هتبقى دي خط. يبقى الخط هيبقى بمين؟ بالشرط اللي جوه اللي هي الشرط الصغيره وده يتمسح. ليه يتمسح؟ في بعض الناس بتعمله خط خفيف جدا بس انا لازم اعمل تهشير عشان ابين مكان الحز بتاع المنشار. لما اجي اعمل تهشير هنا كده في الحتتين دول هبص نلاقي التهشير ده جه على مين؟ على الخط. ممنوع من قواعد الرسم اللي التهشير يجي على الخط. ما ينفعش يبقى في تهشير تحت الخط ولا شرط تحت الخط. التهشير ما ينفعش يجي تحتيه شرط ولا خط. يبقى انا تقلت على مين في الاثنين اللي كانوا موجودين في القطر مين؟ الصغير. صح كده؟ اللي هو قطر الايه؟ الثقب. ده بالنسبه لمين؟ كل ده احنا بنتكلم على الثقب. خلي بالك لسه هنتكلم على المسمار. لسه هنتكلم على المسمار. تمام؟ يبقى ده في الحاله دي. طب وهنا هعمل ايه؟ هنا بقى بالشكل ده مين اللي هتقله؟ هو ده غير نافذ بقى. ده نافذ. طب ده غير نافذ. مين اللي هيتقل عليه بقى؟ الثقب ده بس. وده هيتمسح خالص ويبدا التهشير يجي من الحته دي.
خدت بالك انا بعمل عمليه التبشير ازاي؟ لما تجيلي حته فيها طوق نافذ او طوق غير نافذ، الحاجات دي حاجات بسيطه جدا هتقابلك لازم تبقى عارفها، عشان لما نيجي ناخد الرسومات تبقى انت عارف بتعمل ايه. تمام كده يا رجاله؟ معايا؟ لو انا عندي عمود بقى كده وعايز اعمل له عمليه قلوظه، ده قطر المسمار، ده مسمار قطره. لما اجي بقى بقلوظ، القطر ده يقل ولا يزيد؟ يقل، صح كده؟ القلوظ يبقى شكله عامل ازاي بقى؟ شكل القلوظ في الرسم. اولا القلوظ ده لازم يبقى المسمار كده في الاخر ده فيه شطف كده، ويتعمل خط خفيف كده لغايه الحته المقلوظه. ممكن يكون المسمار ده مقلوظ للاخر وممكن يكون مقلوظ لغايه هنا بس. ده شكل المسمار المقلوظ. لما تلاقي نفسك لما يجي لك رسمه زي دي كده في مسمار وتلاقي محطوط الكلام ده تعرف ان ده قلوظ. برضه هيكون كاتب برضه عليه نفس الموضوع ام، يكون كاتب البعد بتاعه. برضه الام دي بتاعت مين؟ بتاعت القطر برضه الايه؟ الكبير. اتفقنا؟ من ضمن بقى المسامير دي من ادوات الربط دي لا تهشر. ادوات الربط اصلا لا تهشر. اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه ده جسم مش صابونه. خلي بالك الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها ده جسم فيه قلوظ، لكن عندي في حاجه اسمها صابونه وفي عندي حاجه اسمها مسمار. المسمار والصابونه لما يجي يتقطعوا في الرسم ما بيتهشروش، يفضلوا زي ما هم. ده شكل المسمار او كلمه الشكل المقلوظ للمسمار. بيبقى شكله بالشكل ده، بيبقى شكله بالشكل ده، الخط ده خفيف شويه عن ده. ايا كان بقى شكل المسمار، راس مربعه ولا مسدسه ولا ايا كان شكل. اتفقنا يا رجاله؟ خلي بالك من الاشكال دي اللي هتقابلك وانت بترسم. الحاجات البسيطه دي هتقابلك وانت بترسم. عندي برضه حاجه ثانيه مهمه جدا. هو القلم ده شكله ايه من الاشكال الهندسيه؟